اسرار التخلص من الكرش، ازاي تنسف منطقه البطن دي خالص عشان تخسس كرشك. اقطع رز، اقطع ملح، اقطع سكر، اقطع شرايينك. انسوا الكلام القديم ده، الموضوع مش كده خالص. الموضوع فيه حلول. بوعدك انك في خلال شهرين 3 هيكون مفيش كرش خالص، بل بالعكس انت هتحس كمان ان جلدك اتشد. بس قبل ما ندخل في الحلول لازم نعرف الاسباب، ونعرف كمان انواع الكرش وايه السبب ورا كل نوع من الانواع دي، لان هو ده اللي هيخلينا نحل الحل المظبوط. واول نوع كرش معانا هو نوع الكرش اللي هو العلوي، اللي هو بتحس ان بطنك ناشفه وكامله وكرش على بعضه كده. ده للاسف هو اخطر نوع، لان ده معناه ان انت مهدد ان انت يجيلك امراض مزمنه زي السكر والضغط، ممكن يجيلك تصلب شرايين. كل الامراض المزمنه انت معرض ليها. وده دليل على خلل في ايه؟ على خلل في وظائف الكبد. يعني الكرش ده معناه ان الكبد بتاعك مش بيقوم بدوره بشكل كويس. طيب ايه سبب نوع الكرش ده؟ وبالرغم ان هو النوع الاخطر الا ان هو النوع الاسهل في المعالجه. يعني هو نوع خطير جدا جدا جدا، بس اسهل بكتير في انك تعالجه. طيب ايه السبب بقى في نوع الكرش ده؟ اول سبب في نوع الكرش ده هو ان انت بتاخد سكريات بنسبه عاليه جدا جدا جدا. تاني حاجه ان انت بتدخل الجلوتين او العيش بنسبه برضو عاليه جدا جدا جدا، ومعناه ان الشخص ده برضو مش بياخد كفايته من الخضروات، خصوصا الخضروات اللي فيها بوتاسيوم عالي زي الجرجير، الحاجات الخضراء، الجرجير، البقدونس، الكرفس، البروكلي. كل الحاجات دي معناها انك مش بتاخدها بشكل كبير، يبقى انت بتاخد سكريات وجلوتين عالي وفي نفس الوقت ما بتاخدش خضروات في اكلك بشكل كبير. ابعد عن الزيوت النباتيه وتركز في اكلك على الزيوت الكويسه زي زيت الزيتون وزيت جوز الهند والزبده والسمنه، بس باعتدال طبعا. نخش في النوع الثاني من الكرش، وهو الكرش اللي بيبقى في منطقه الجناب. التركز بتاعه في اسفل الظهر ومنطقه الجناب. تلاقي دايما البطن بتاعتك من تحت طريه جدا جدا جدا، ومفيش القبه دي، بس البطن طريه وفي جناب وفي دهون في منطقه اسفل الظهر، وبيبقى بالشكل ده. طيب ده اسبابه ايه؟ اسبابه التوتر. دايما الشخص اللي عنده توتر مزمن، وطبعا احنا عارفين التوتر المزمن ده ممكن يكون جاي من ضغط الشغل، ضغط مع ضغط امتحانات، ضغط مع اولادك في البيت. ايا ما كان الضغط ده سببه ايه، هو اللي بيسبب الموضوع ده. وللاسف في ناس كتير عندها التوتر ده مزمن ومن زمان جدا 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 ومستمر معاهم، عشان كده هم الاشهر في النوع ده. تاني سبب لنوع الكرش ده هو مقاومه الانسولين. كل ما التوتر بيزيد، كل ما التوتر بيزيد، كل ما الانسولين بيعلى، كل ما بتكريف حلويات، كل ما بتاكل اكتر، وكل ما الدهون بتتركز اكتر في منطقه الاجناب ومنطقه اسفل البطن واسفل الظهر. فكل ما توترك بيزيد، كل ما هرمون الانسولين بيعلى، كل ما بتزيد اكتر في الوزن. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا في موضوع التوتر كمان، وانا نفسي جربتها، انك تزود على نفسك في التمرين من غير راحه. ما تديش لجسمك راحه، ما تديش لجسمك استشفاء، انت برضو بتحطه تحت ايه؟ تحت ضغط، وده بيؤدي لتوتر، فبالتالي بيبتدي يحصل الكرش ده. فحاول برضو ان انت لما تيجي تتمرن 4 ل 5 ايام وتسيب بقيه الايام، من 3 ل 5 ايام وتسيب بقيه الايام دي للاستشفاء العضلي، ودي حاجه مهمه جدا. طيب قبل ما نخش في الحلول عايزين نتكلم في حاجه مهمه قوي. كميه الهبد اللي موجود في موضوع الكرش ده لازم ان احنا نتكلم عنه شويه عشان نعرف ان دي مشكله. يعني في ناس تيجي تقول لك لو عايز تمحي الكرش لازم تقطع ملح. الصوديوم اللي هو موجود في الملح مهم جدا 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 لينا، ولو قطعناه بالعكس احنا هنحس بمشاكل جدا. وانا نفسي جربتها، ان انا قطعت ملح فتره، لا انت تحس ان انت دايخ، ان انت مش مركز، جسمك محتاج الصوديوم ده بشكل كبير جدا، وهو مش بيحبس ميه في الجسم الا لو انت خدته مع نسبه عاليه من الكربوهيدرات المقليه، مثلا زي البطاطس. يعني البطاطس وحطيت عليها ملح كتير وحطيت عليها بهارات كتير وبتاع، تبتدي ان انت تحبس ميه. لكن الملح في حد ذاته مع الاكل اوعى تقطعه، لان هو مهم جدا لوظائف جسمك. تاني حاجه يجي يقول لك ايه؟ اقطع كربوهيدرات خالص، ما تاكلش كربوهيدرات خالص، مش عارف. مفيش حاجه اسمها كده. كربوهيدرات مهمه جدا 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 لينا، ويستحسن ان انت ما تقطعهاش. يعني حتى الكيتو، حتى لو هو صحيح او افكتيف او شغال مع ناس كتير، ده حقيقي، بس دايما بص على اللونج ران. هتفضل طول عمرك في مرحله، هتفضل طول عمرك عامل كيتو، هتفضل طول عمرك ما تاكلش خضار ولا فاكهه ولا رز ولا بطاطس ولا اي حاجه من الحاجات دي، اكيد صعب.
فدايما ما تقطعش الكربوهيدرات، دايما حاول ان انت تاخدها باعتدال، اوعى تقطعها بشكل مباشر. ثالث نقطه وهي كارثه، ان انت امنع دهون. في عندنا منطق غريب جدا ان الدهون بتتحول لدهون. يعني انا لو كلت مثلا دهون صحيه، او لو انا كلت حاجه فيها دهون مثلا زي لحمه مثلا، او كلت مثلا صفار بيض، او خدت شويه مكسرات، او خدت زيت زيتون او زبده، ان الدهون دي بتخش جسمي بتتحول لدهون. مفيش الكلام ده خالص. الدهون الصحيه مهمه جدا 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 لينا ولتشغيل وظائف جسم اجسامنا الاساسيه كلها، وهرموناتنا كلها قايمه على الهرمونز. وبالعكس ده في كود انجليزي بيقول لك يعني ايت فات لوز فات، كل دهون هتخس دهون. فاحنا عايزين نركز جدا في القصه دي، ان احنا ما نمنعش الدهون الصحيه، بل بالعكس دي من الحاجات اللي هتزود ان احنا نشبع، فبالتالي احنا هنقدر ان احنا نخس اكتر. رابع واهم حاجه موضوع انك تقلل سعراتك بنسبه كبيره قوي وتعمل فيها دروب. ده مش هيخسسك زي ما انت فاكر. اولا هيعمل لك شكل ترهلات عالي جدا، ثانيا مش هتعرف تستمر فتره طويله، وموضوع الكرش ده بالذات عايز استمراريه عشان تبتدي تحس بنتائج. فدول 4 اخطاء اوعى تعملهم. نخش بقى في الحلول على طول. اول حل وهو حل سحري، انك تعمل صيام متقطع. لو عملت صيام متقطع الموضوع ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا جدا، لان الصيام المتقطع اولا بيقلل الدهون في المناطق العنيده زي البطن والاجناب. تاني حاجه الصيام المتقطع بيقلل هرمون الانسولين جدا جدا جدا، وبيرفع هرمون الجي اتش، فبالتالي بيخلي اكلك اقل والكريفنج بتاعتك اقل، فبيقضي على نوع الكرش الثاني، وبيساعدك جدا 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 انك تنظم اكلك وان انت ما تجوعش فترات طويله، وده بيخلي جسمك يتحول لمحرقه دهون، وكمان بيخلي وقتك منظم ويومك منظم. فاول حاجه علشان توصل لحته انك تمحي الكرش استعين بالصيام المتقطع. تاني حاجه اللو كارب، وفي فرق كبير قوي بين ان احنا نعمل لو كارب وبين ان احنا نقطع الكارب. لا، احنا نخلي اكلنا 50% مثلا، نخلي اكلنا مثلا 40% بروتين، 30 ل 35% فاتس، و25% كربوهيدرات. لما بتقلل الكربوهيدرات ده بيفرق جدا، ان انت لما بتقلل السعرات بتقللها من الكربوهيدرات، البروتين بيبقى عالي والفاتس بتبقى عاليه، فتقدر ان انت تشبع اسرع وتقدر ان انت تاكل اقل. فده بيفرق معانا جدا. وحاول دايما تدخل الكربوهيدرات في الوجبه الثانيه والثالثه، ما تدخلهاش في اول وجبه اللي هي وجبه الفطار. بس خليك ذكي، طالما انت عامل له كارب يبقى الكارب اللي انت تاكله يبقى نظيف، يبقى نقلل الحاجات المصنعه، نقلل العيش البلدي، نقلل الحاجات اللي فيها دهون مهدرجه. ثالث حاجه زي ما اتكلمنا قبل كده الدهون الصحيه. زي ايه الدهون الصحيه؟ زي مكسرات، زيت الزيتون، الزبده، السمنه. الحاجات دي ما ينفعش تقطعها من اكلك، بالعكس لما بتركز عليها بيبتدي ان انت وظائف جسمك تشتغل احسن، هرموناتك تشتغل احسن، بالتالي بتخس ودهون الكرش كمان بتقل. رابع نقطه مهم قوي انك تعمل تحاليلك للغده الدرقيه، فيتامين دي، فيتامين بي، ويا ريت تعمل التحاليل دي كمان قبل ما تبتدي كمان في الحل. لان طالما فيتامين دي عندك كويس والغده الدرقيه عندك كويسه وفيتامين بي عندك كويس، فبالتالي انت حرقك تمام ومفيش فيه اي مشكله. فنتاكد ان احنا الحاجات دي عندنا تمام، وبرده نركز على اكلنا على فيتامين دي وفيتامين بي والبوتاسيوم. طب فيتامين دي هيفرق معانا قوي لما نتعرض للشمس. فيتامين بي ممكن ناخده من مكملات غذائيه لو مش عارفين ناخد خضروات وناخده من احتياجاتنا من الاكل العادي. اما البوتاسيوم فهو موجود وبكثره في كل الخضروات الخضراء زي الكرفس والبقدونس والبروكلي، وده هيفرق معانا جدا في نوع الكرش الاولاني اللي بالونه، لان هيحسن من وظائف الكبد. خامس نقطه التوتر. احنا كنا اتكلمنا ان التوتر ده السبب في نوع الكرش الاول. طيب لو انت دلوقتي قللت التوتر اكيد هتحسن من نوع الكرش الثاني. طب اقلل التوتر ازاي؟ التمرين مهم جدا عشان تقلل التوتر، النوم الكويس مهم جدا عشان تقلل التوتر، حاجات زي الصلاه واليوجا، الحاجات اللي بتهديك لازم انت تشتغل عليها، وكمان الجورنالينج لو انت ابتديت تكتب اللي حصل في يومك، الحاجات دي كلها بتديك هدوء. طب لو مش عارف تنام كويس، في مكملات غذائيه زي المغنيسيوم والاشواجندا من الحاجات اللي بتهديك ومن الحاجات اللي بتخليك تخش في النوم بشكل اعمق. فكل ما التوتر بتاعك يقل كل ما
نوع الكرش التاني ده يقل. سادس نقطة وهي القولون. أنا شخصيا مريض قولون عصبي، وكل ما القولون بتاعي بيتنفخ جدا بطني أصلا بتبقى ظاهرة حتى لو أنا ما عنديش كرش إن هي بشكل كبير جدا، وبطني بتبقى واخدة مساحة مش كويسة. حتى ممكن لو حتى لو تي شيرت مثلا هو مظبوط عليا ممكن يبقى التي شيرت مش مقاسي في اللحظة اللي القولون فيها منتفخ. طيب عايزين نحافظ على صحة قولوننا، يبقى نعمل إيه؟ نبعد عن الأكلات اللي بتنفخ معدتنا. زي إيه؟ كل واحد عنده الاكلات اللي بتتعبه، بس في العموم الاكلات اللي بتتعبنا بتبقى زي البقوليات، زي الفول والحمص، زي الالبان ده، السمنه. كل الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان معدتنا ما تبقاش مرتاحه. في ناس المكسرات بتتعبهم، فلازم تبقى عارف ايه نوعيات الاكل اللي بتتعبك وتبتدي ان انت تقلل منها، او تحاول ان انت تشيلها من نظامك الغذائي خالص، لان دي من الحاجات اللي هتخلي معدتك ستريت، شكلك مظبوط، مفيش فيها اي مشكله. سابع نقطه، خلي التفاح. خلي التفاح من الحاجات الكويسه جدا 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 واللي بتساعد على تهدئه القولون. كمان خلي التفاح فيه حاجتين كويسين جدا. اولا بيحسن وظائف الكبد، فبالتالي الكرش من النوع الاول هيتحسن وهيقل. تاني حاجه ان هو كويس جدا للناس اللي عندها مقاومه انسولين، فبالتالي هيساعدك في نوع الكرش التاني. فخلي التفاح هو حل كويس جدا جدا جدا، بس لوحده مش كفايه، لازم يبقى فيه نظام غذائي وعارفين احنا بناكل ايه بالظبط. مفيش حاجه لوحدها كفايه. تامن نقطه، الرياضه. والرياضه هنا بعكس ما انت فاكر انك تلعب كارديو وانك لا، الرياضه كل ما تكون فيها ريزيستنس او كل ما يكون فيها مقاومه يخليك تحرق دهون وانت بتتمرن وبعد التمرين. هديك مثال، لو انت اتمرنت كارديو او طلعت جريت او اتمشيت انت بتحرق وانت جوه التمرين. انما انت لو اتمرنت حاجه فيها مقاومه او فيها حديد انت بتحرق جوه التمرين وبعد التمرين، فده هيساعدك جدا جدا في شد، فده هيساعدك جدا جدا انك تخس وانك تقلل الدهون في منطقه الكرش، وفي نفس الوقت يبقى جسمك مشدود ومفيش ترهلات او الحته الزياده اللي بتلاقيها في نوع الكرش الاولاني. وفي نفس الوقت الرياضه عامه بتحسن الصحه العامه وبتحسن صحه الكبد، فبالتالي هتنفعك في نوع الكرش الاولاني. ده غير ان هي بتساعد كمان في تقليل التوتر. بس في حاجه مهمه جدا لازم تبقى عارفها، ان زي ما اتفقنا ما نلعبش اكتر من 4 ل 5 ايام، لازم نسيب وقت لجسمنا ان هو يرتاح. وبكده اوعدكم ان انتوا لو طبقتوا الحلول دي واستمرتوا عليها شهرين ل3 بس تكونوا عاملين عجز من السعرات، اوعدكم ان انتوا هتقضوا على مشكله الكرش خالص بشكل عملي وبعيدا عن الخرافات. شكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، لان في الفيديو الجاي هقول لكم ازاي تخسوا من غير ترهلات. سلام.